تحكي لي صار بقصة عمران وكيف فبركوا هن الخبر وقد ايه قدمت لك انت اغراءات وماديه وضغط عليك مقابل انك تطلع من سوريا لحتى تحكي الحكي اللي بالدنيا. نعم، هلا بالنسبة للإغراءات اجاني كثير، بالنسبة عروضات طلبات كثير، يعني من تركيا، اجى من ألمانيا، اجى من السويد، من أمريكا. شو كان هدفهم؟ هدفهم انه شيء اسير للجيش وازور الحقيقة يعني. الخبر اللي صار. هلا الخبر مضبوط، شو صار احكي لي؟ هلا الخبر هو قاعدين بالبيت ولا سمعنا لا صوت طيران ولا سمعنا صوت اي شيء، يعني بالنسبة فجأة هيك مفاجأة. ايه، والامر عمران كان بيرد جنبي واخوته واهله كانوا بالمطبخ عم بيجهزوا عشاء. وصارت الضربة هو تصاوب مضبوط الولد؟ نعم تصاوب والحمد لله صحته كويسة وتمام الحمد لله. هلا لسه عندنا عم بيتاجروا في دمه، يعني كذا مرة موتوه، كذا مرة عيشوه بإعلامه. احكي لي كمان عن المضايقات اللي اجتكم. مضايقات اجاني كثير كثير بسبب انه رفضي لإساءة الجيش العربي السوري. سمعنا انه انت غيرت اسمه لعمران. حلقت له شعره وغيرت له اسمه. ليه؟ مشان ما حدا يرجع يتعرف عليه، وخفت عليه كمان ليخطفوا لي، يعني اجاني تهديد بخطفه. قد ايه المبالغ تقريبا تقدمت لك؟ مبالغ كثيرة، مشان يعني ما المبالغ اجاني من موسى العمر، بعد لي اجاني من كثير يعني جهات، حتى فصائل مسلحة كمان يجوا بده يطلعوني على تركيا. والحمد لله أهل الحارة واللي حوالي ساعدوني منعوهم بهالأمر. والحمد لله لوقت ما اجى الجيش واخذ مناطق الحمد لله طلعنا. اول نهار ما حسنا نطلع لاني بالسلاح رجعوني، ثاني نهار قبل ما يطلع الضوء صرت برا. والحمد لله رب العالمين. فكرت شي يوم من الايام انه انت تطلع برات سوريا رغم التهديدات والضغوطات؟ ابدا ابدا ولا يعني المبالغ الماديه اللي اغروك فيها ممكن كان انت تنصاع لهم وتطلع؟ انا مستحيل، لاني هي البلد اللي عشنا فيها وهي اللي تربينا فيها والولاد لهم حق يرجعوا يعيشوا فيها يعني. وبالاخير نعرفهم بالاول بالاخير انهم فاشلين. طبعا قنوات السبت الدم السوري قالت انه تعرض لاعاقه عمران وما بيقدر يتحرك ونحن شايفينه مفتوح منه. عمران شلونك؟ انت مبسوط؟ زعلان هو على اخوه علي، الله يرحمه. علي استشهد. ايه، الله يرحمه. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم جميعا. الله يسلمك.